في سنة 1966 بنقابل ولد صغير اسمه ريتشارد مونتانيز من عيلة مكسيكية فقيرة، وأبوه بيبقى شغال في مصنع خمور ونبيت ومحرمات كده وحاجة أعوذ بالله يعني. نرجع بقى لصاحبنا ريتشارد اللي من صغره بيبقى بيتعرض للتنمر، وكل ما العيال المتنمرين دولت يشوفوه وهو بياكل لازم يرازوا فيه ويوقعوا له أكله، عشان يعني أكله أكل فقرا وكده. بس ده ما بيأثرش على أخينا ريتشارد ده خالص، بالعكس ده بقى بيزود في البوريتو اللي بيجيبه عشان البنات اللي بيحبها تاكل معاه. وفي يوم ريتشارد بيقنع واحد من المتنمرين انه يدوق البوريتو بتاعه وفعلا بيعجبه، فبنلاقي واحد تاني من نفس الشلة حابب يدوقه هو كمان، لكن ريتشارد بيقول له ولا لا ما ينفعش، وبيقول له شخلل جيوبك يا حبيبي السندوتش ب25 قرش. ومن يومها وبنلاقي ريتشارد اتشهر في المدرسة، بيبيع البوريتو اللذيذ جدا وبيفضل يحوش الفلوس عشان يجيب بيها شوكولاتة للبنت اللي بيحبها. وفي يوم ريتشارد بيبقى داخل سوبر ماركت يجيب منه الشوكولاتة للبنت، بس عشان فلوسه بتبقى كتيرة فبيلفت انتباه الشرطة وبيروحوا يقبضوا عليه عشان يعرفوا الفلوس دي ايه مصدرها. وفي الستينات سكان دولة المكسيك بيبقوا مش عاجبهم الوضع، فبينزلوا مظاهرات بقى وعايزينها خراب على الحكام. بس خلال الوضع الأمني واللي مش أحسن حاجة خالص، بنلاقي ريتشارد بيكبر وسط كل الدوشة دي ووسط كل الاتهامات بالسرقة، مع انه كان بيبيع بوريتو عادي يا جماعة والله. لكن للأسف الموضوع بيكبر منه وبيتحول ريتشارد لإنسان بشنب وعضلات، وبيبقى واحد من بتوع العصابات وتجار المخدرات. وبنقابل صديقه جودي، صديقة الطفولة واللي بتكبر معاه، وبيحبوا بعض وبيرتبطوا. ومن بعدها بفترة بيبدأ ريتشارد يستوعب إن حياته ماشية غلط، وإنه لازم يصلح من نفسه ويبعد عن المخدرات والكحوليات وأصحاب السوق. وفي سنة 1982 بيتجوز ريتشارد جودي حب حياته وبيخلفوا طفلين. وساعتها ريتشارد بيبقى شغال كهربائي على باب الله، واللي رايح على قد اللي جاي، فظروفهم المادية ما بتبقاش أحسن حاجة. وحتى جودي اللي بتبقى شغالة في محل صغير كده ما بيبقاش جايب همه، وبرضه محتاجين فلوس أكتر عشان يعيشوا الطفلين في مستوى أحسن. وفي يوم ريتشارد بيبقى بيدور على شغل، وبتنزل جودي يعني تبيع حاجات في الشوارع، فبيحس ريتشارد يعني إنه محتاج يفصل ويروح يقعد كده عند أهله شوية. بس للأسف ما بيبقاش عايز يقابل باباه لأنه دايما بيعامله وحش، وحتى لما بيروح لهم بعد فترة باباه بيفضل يعامله وحش. وبالليل بيروح ريتشارد كده يقابل صحابه ويقابل توني روميرو صاحبه من زمان. ساعتها ريتشارد بيبقى بيفكر يعني يرجع لتجارة المخدرات، ولما بيتكلم مع توني في الموضوع ده يعني توني بيفضل ينصحه وبيقول له بص لعيلتك الصغيرة أحسن من البهدلة دي. وكمان بيقوله إن هو نفسه أساسا يبطل السكة دي، وبدأ يشوف حياته ويشتغل في شركة أغذية اسمها فريتو لاي. وهنا بقى ريتشارد بيقوله جامد يا صاحبي ربنا يبارك لك، ألاقيش معاك بقى عقد عمل في الشركة دي. فبيرد توني عليه وبيقوله يروح بكرة الصبح يقدم في الشركة وربنا يقدم اللي فيه الخير. وتاني يوم الصبح بيطلع ريتشارد على شركة الأغذية واللي بتصنع لايز وشيتوس وسناكس والحاجات الخفيفة دي. ولحسن الحظ ريتشارد انه ما بيترفضش، بنشوف وقتها الموظفة وهي مدياله استمارة طلب التقديم وبتقوله يملاها. بس ريتشارد بيبقى متوتر زيادة عن اللزوم ومش واثق في نفسه او انه اصلا يقدر يملاها، فبيستأذن وبياخد الاستمارة يملاها في البيت. في المشهد ده جودي مرات ريتشارد هي اللي بتملى الطلب مكانه، وساعتها بتكتب له في خانة المؤهل الدراسي انه اتخرج من مدرسة سانتو برنادوس الثانوية، مع انه يعني ما كملش تعليم ولا عمره وصل للثانوية اصلا. بس جودي بتقوله ان استحالة حد في المصنع يعرف انه مش متعلم، عك وربك يفك يعني مش حوار. وتاني يوم الصبح بيروح ريتشارد الشركة وبيقابل اتش ار، وبالصدفة البحتة اخينا ده بيطلع هو نفسه متخرج من مدرسة سانتو برناوس. فبيضطر ريتشارد ان هو يعترف، وكده كده يعني هو ما بيعرفش يكذب. بس وقتها مدير الاتش ار بيبقى متضايق وخلاص بيبقى قايم وبيلغي المقابلة، فبيفضل ريتشارد يقنع فيه عشان يلاقي له اي شغلانة في المصنع. فبيقوله انه ممكن يشتغل فرد امن او بس، لا امن لا بس. فبيوافق ريتشارد عادي وبيبقى مبسوط، يعني على الاقل لقاله شغلانة يعني في المكان وكده. وتاني يوم على طول بيقوم ريتشارد وحماس الشباب متمكن منه، وبيكوي بقى اليونيفورم بتاعه وبيطير على اول يوم شغل ليه في الشركة. وفي الشركة ريتشارد بيبقى حاسس انه فخور بنفسه جدا وبشغله في الشركة كبيرة زي دي، حتى يعني لو مجرد فرد امن.
وساعتها ريتشارد بياخد له لفة كده محترمة في الشركة، وبيعدي على كمية سناكس رهيبة وأجهزة وآلات متطورة وحديثة جدا، ويوم بعد يوم بيلاقيه بيشتغل بجد وحد يعتمد عليه وبيشيك على كل الآلات اللي موجودة في الشركة. ومرة واحدة ريتشارد بيبقى واقف ينظف عند آلة معينة وبيسأل الموظف اللي شغال عليها، فالعامل بيبصله كده باستحقار وبيقول له يشوف شغله. هنا بقى ريتشارد بيتضايق جدا لدرجة انه بيتخيل انه مسك العامل ده واداله علقة محترمة، بس بيتراجع وبيمسك اعصابه عشان ما يوديش نفسه وشغله في داهية. بس بعدها بيبقى شغال وبيسأل عامل تاني اسمه كلارنس بيكر، والمرة دي كلارنس بيبقى راجل محترم وبيرد على ريتشارد عادي وكمان بيحترمه، وهو بيتكلمه وبيقوله انه شغال في الآلات دي وتصليحها من زمان، وانها هواية اكتر من كونها يعني شغلانة. فبيتبسط ريتشارد جدا برد فعل كلارنس، وبيفضل يسأله تاني وتالت لحد ما بيجي توني صاحبه وبيوقف المحادثة دي وبيعتذر لكلارنس على رغي ريتشارد وانه موقف شغله قاعد يلت ويعجن. وفي الكافيتيريا توني بيفضل يشرح لريتشارد ويقول له ان العمال اللي زينا ما ينفعش يتكلموا مع العمال اللي اعلى مننا، ده لو عايز تحافظ على شغلك بدل يعني ما يتلككوا ويطردوك. وبعدها بيكلموا على كلارنس وبيقولوا انه من اكتر الناس خبرة هنا واقدمهم كمان، وبقاله حوالي 15 سنة في المجال. بس هتقولي ما ترقاش ليه وما بقاش في مكان اعلى ليه؟ هقولك مشاكل ليها علاقة بالعنصرية ملناش دعوة بيها. وبسبب كده ريتشارد بيقرر ان هو يتقرب لكلارنس ويتعلم منه اكتر، وكمان على الرغم من انه شغلته كفرد امن بتبقى عاجباه وراضي بيها عادي، الا انه ناوي يعني يعلي اكتر ويبقى في مكان احسن لحد ما يوصل ويبقى ناجح زي روجر أنريكو المدير التنفيذي لشركة بيبسي اللي بتنافس شركة كوكاكولا. وبنعرف ان شركة فريتولاي دي تبقى تابعة لشركة بيبسي اللي روجر ماسكها. وهنا ريتشارد بيروح يقعد مع كلارنس وبيديه من الاكل المكسيكي بتاعه كنوع يعني من انواع الرشاوي يعني عشان يتقرب منه اكتر. وطبعا كلارنس بيبقى فاهم ريتشارد بيعمل كده ليه، بس ايا يكن يعني بيقرر ان هو يعتبره تلميذه ويعلمه اللي هو عايزه. ومن يومها وبنشوف ريتشارد وهو كل شويه يسأل كلارنس عن كل الآلات اللي بينظفها وازاي بتشتغل وكده، وكلارنس بيبقى مرحب بيه جدا وبيرد عليه عادي خالص وبيوريه ميكانيكة أي آلة بيسأل عنها. ومن وقتها وريتشارد وكلارنس بيبقوا صحاب وبيقربوا أكتر وأكتر لبعض، لدرجة إن ريتشارد بقى حابب يتعلم منه أكتر ومستعد يروح الشغل بدري كل يوم ويرجع البيت متأخر عشان يتعلم أكتر. وبسبب انتظامه وتفانيه في الشغل ريتشارد بيتكرم وبيبقى موظف العام. بس طبعا الدنيا مش دايما حلو زي ما ريتشارد متخيل، ولازم يحصل وقعات كتير زي ما حصل وقت ما رونالد ريجان بقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها بيحصل ركود اقتصادي في البلد، وبدل ما ريتشارد يترقى بيفضل مكانه زي ما هو كذا سنة بحالها. بس بيحمد ربنا ان هو ما تصفاش مع نص الموظفين اللي اتصفوا في الشركة، وبيفضل ريتشارد حوالي 8 سنين بحالهم في نفس الشغلانة. بس بيفضل يقول لنفسه انه لازم يصبر شوية بما انه مغترب مكسيكي ويحاول يعني يبسط نفسه باللي موجود وخلاص. وبسبب نقص العمال ريتشارد بيتطوع وبيسأل اي حد من زمايله في الاقسام التانية، بس في مرة كده بيلاحظ ان في حاجات كده ومنتجات معينة ما بيشتريهاش غير ذوات البشرة الفاتحة، فبيشوف ان الموضوع غريب شوية. وفي السنة دي حال الشركة ما بيبقاش احسن حاجة لان المبيعات بتفضل تقل بسبب الركود الاقتصادي، وكمان المنافسة بتبقى شديدة بين منتجات الشركة وأي منتجات جديدة لأي شركة منافسة. فبيفضل روجر أنريكو متوتر شوية وقلقان بسبب اللي بيحصل، فبيقرر يعني يطلع يقول كلمتين يحفز بيهم كل الموظفين في كل فروع فريتولاي. ووقتها ما كانش فيه غير ريتشارد بس هو اللي متابع الفيديو وبيسمع الخطاب بتاع روجر اللي بيقول فيه إنهم لازم ما ييأسوش ويفضلوا يشتغلوا على أعلى مستوى ويعتبروا الشركة بتاعتهم عشان يطلعوا أحسن حاجة عندهم. وساعتها كلام روجر أنريكو أثر في ريتشارد جدا، وبيبقى حاسس إنه رغم الأزمة اللي الشركة بتمر بيها إلا إن أكيد في فرصة ولازم يستغلها. وفي يوم ريتشارد كان مستني أولاده يخرجوا من المدرسة، فبيتفاجئ يعني بابنه جايله وشه وارم وباين عليه كان في خناقة سقع، فبيحكي له إنه ضرب واحد من زمايله عشان عنصر عليه كده وقال له ياض ده انت لاتيني يالا. بس اخوه الصغير ما بقاش شاغل باله وبيقول له ايه يعني لاتيني، دي احلى اكل المكسيك، يعرف ايه صاحبك ده عن التاكو ولا البوريتو ولا الكارني اساده.
بصراحة أنا كمان معرفش، بس باين عليه يعني أكل حلو. وبعدها بياخدهم ياكلوا حاجة بره كده عشان يصالح الولاد الكبير، وساعتها بياكلوا ذرة مشوي على الطريقة المكسيكية ومتبلة بقى وحركات وحاجة، بص حاجة في الآخر سكلاسيه. وقتها ريتشارد بتجيله فكرة وهو بياكل الذرة، فبيرجع البيت هو والأولاد وبيقول لجودي تحضرله شوية توابل من اللي بيتبلوا بيهم الذرة. لكن جودي ما بتبقاش عارفة هو بيفكر في إيه، فبيقولها إنه عايز يجرب يقترح الأكلة دي في الشركة بتاعته، وبيقول لها ادينا بنجرب، مين عارف يمكن دي اللي تظبط مبيعات الشركة. وبعدها بيطلع ريتشارد على الشركة وبيقترح الفكرة على كلارنس، وبيقوله ان الاكلة حلوة ومستاهلة تتجرب وتطلع من الشركة. وقتها ريتشارد ما بيطلبش من كلارنس ان هو يعرض الفكرة على روجر، وبيقول له بس عايزين نجرب كده عينة بسيطة وبعدها نقرر. وكمان بيدوقه هو وكام عامل كمان من التوابل اللي جودي حضرتها له. وبعدها بيروح ريتشارد ومعاه جودي وبيشتروا التوابل من محل مكسيكي أصيل عشان يوصلوا للطعم المظبوط. وهنا ريتشارد بيفضل يروح ويجي عشان يجيب التوابل اللي جودي بتطلبها منه، وكل ما بيخلصوا عينة تجريبية بيخلوا ابنهم الصغير ستيفن هو اللي يدوق الطعم ويعاين كأنه يعني فرد تجارب بتاعهم. وفي الشركة بنلاقي فريق البحث المسؤولين عن تظبيط المواد في بعض عشان يعني يطلع الطعم مظبوط، بس طبعا ما بيبقوش مخلطين التوابل الصح مع بعض زي ما ريتشارد وجودي بيعملوا. وفي البيت ريتشارد وجودي بيبقوا لسه بيحاولوا يظبطوا الطعم مرة ورا مرة ورا مرة لحد ما بيوصلوا لطعم معين بيعجب ستيفن جدا وبيبقى عايز أكتر وأكتر. بنرجع للشركة من تاني واللي بيحصل فيها زي ما حصل قبل كده، أيوه بيصفوا عمال جداد. هنا ريتشارد بيقرر يخرج يعني عن صمته، ما هو مش هيستنى لحد ما يتصفى هو كمان، وبيروح يتكلم مع لوني مدير الخطط وبيعرض عليه الفكرة وبيقول له إنه عايز يعرضها على روجر. بس لوني بيقلل منه يعني وبيقول له ليه؟ هو أنت فاكر إن روجر أنريكو هيفضي نفسه عشان يسمع موظف طبقة متدنية زيك؟ انسى. فبيتضايق ريتشارد يعني وبيقرر يتصرف هو بمعرفته، فبيدخل مكتب المدير في الخباثة وبياخد رقم مكتب روجر وبيخرج. وتاني يوم بيتصل ريتشارد بمكتب المدير التنفيذي وبيبقى عايز يتكلم معاه، بس الموظفة اللي بترد عليه بتبقى متفاجئة ازاي فرد امن قدر يوصل لرقم مكتب المدير التنفيذي وكمان يتصل بيه. وبعد الحاح ريتشارد وحالة الشركة اللي زي الزفت بتضطر الموظفة تحول المكالمة لمكتب روجر انريكو. ووقتها ريتشارد بيتكلم مع روجر وبيقول له انه مكسيكي وانه في مكسيك كتير جدا في البلد وانهم معروفين بالتوابل المشطشطة والحاجات الحراقة جدا واللي مش موجودة في الشركة، ومفيش ولا منتج ليه الطابع المكسيكي ده. وبيقول له ان جايب له خلطة توابل بيستخدموها على شوية من منتجاتهم. وقتها روجر بيعرف ان حماس ريتشارد ده وفكرته دي بسبب الخطاب اللي هو قاله، فبيحييه وبيقول له انه هيديه فرصة، وبيقول له ان هيدوق العينة بتاعته. ولما العينة بتوصل بنشوف روجر وهو بيدوق التوابل المولعة اللي بتعجبه جدا جدا، فبيتصل روجر بريتشارد فورا وبيقول له ان التوابل عجبته وانه مستعد يطلعها للنور، وكمان بيقول له دماغك دي المظات ومستني منك افكار جديده. وهنا بيدخل لوني بعد ما عرف اللي ريتشارد عمله واللي سبب ضجه كبيره في الشركه، وبيقول له انت انتهكت قواعد الشركه باللي عملته ده، وهي انك رحت تكلم المدير التنفيذي مره واحده من نفسه لنفسه. ايه الولد ده؟ وكمان بيقول له ان ممكن يبقى سبب في تصفيه ناس كتير لو اقتراحه فشل، وده معناه ان فريق البحث والتطوير هيبقى صرف كتير من ميزانيه الشركه على التوابل العبيطه ملهاش معنى. وهنا ريتشارد بيرجع البيت وهو محبط وخايف ليبقى فعلا السبب ان ناس تانية تمشي من الشركة، وبيبقى بيفكر يلغي الفكرة من الأساس وما يخليهاش يعني تتم. بس وقتها جودي بتبقى جنبه وبتقوله ان كل حاجة هتبقى فلة وان المفروض يعني ما يستسلمش بدري قوي كده. وبعدها بتقوله ان اللي لوني عمله ده كان مجرد بروباجندا فارغة، وانه مغرور وخايف على سمعة الشركة، وهيقولوا عليهم ايه يعني لو حد عرف ان فكرة التوابل كانت يدوب فكرة فرد امن. وبعد كده بتقوله يفك شوية وينفض كل الافكار السلبية دي ويبدأ يعني يستعد للعرض التقديمي اللي هيعمله في الشركة. ومن وقتها هما الاتنين مشغولين بالعرض وبيروحوا المكتبة يدوروا على مراجع ومقالات عن ازاي تقدم عرض الفكرة بشكل صح. وبعيدا بقى عن مجهودات جودي مع ريتشارد، بلاك لارنس بينصحه بيقوله يتكلم بشكل رسمي ازاي خلال العرض عشان كله يعني يبقى 100 و100 فل و10. وهنا جودي بتنقي الحتة اللي على الحبل لجوزها العزيز عشان شكله يبقى مهندم كده وشيك وهو بيقدم فكرته. وبيجي يوم العرض التقديمي
وبنشوف ريتشارد وهو متوتر وبيراجع الكلام اللي هيقوله للعالم اللي جوه دول. وهنا بيوصل روجر أنريكو ومعاه كام مسؤول كمان عشان يحضروا العرض. وقتها بيقف ريتشارد قدامهم والبروجيكتور كده قدامه لسه هيبدأ يتكلم ويشرح ويقنعهم بفكرته، بس بيلاقي نفسه مش عارف يتكلم بشكل رسمي، فبيقرر يعني يبقى بسيط وبيشرح بالبلدي كده وبالصلاة على النبي. ودلوقتي ريتشارد بيتكلم من وجهة نظر المستهلك اللاتيني وبيقول إن منتجات الشركة مملة نوعا ما، وده عشان مفيش كده اللذاذة والطعامة اللي في التوابل المكسيكية. وكمان بيقول لهم إن التوابل دي عليها إقبال في العالم كله، بس في أمريكا محتاجين نشد حيلنا شوية ونبدأ نبص الموضوع ده ونهتم بيه، اللي هي التوابل يعني. وإن روجر بيقوم من مكانه بيبقى عارف ومتأكد جدا من إن ريتشارد ما عندوش بربع جنيه فكرة عن مصطلح التسويق، لكن بيبقى فاهم إن ريتشارد بيتكلم زيه زي أي مواطن قرر يجرب حاجة عجبته وهو بيقترحها على غيره. فبيبشره روجر وبيقول له إن فكرته هتتنفذ قريب. وفي الوقت ده الشركة قررت تطلع 5000 كيس شيتوس بطعم محار نار كدفعة يعني تجريبية للتوابل ريتشارد الجديدة. لكن للأسف الشديد المنتج الجديد ده بيفضل على الرفوف بالأسابيع ومحدش بيبقى مهتم يشتريه أساسا. وهنا جيمس المدير التنفيذي لفرع من فروع الشركة بيقرر إن هو يوقف التجربة ويسحب المنتج من السوق. وساعتها لوني وريتشارد ما بيعجبهمش الكلام ده، وبيتصل لوني بجيمس وبيطلب منه إنه يدي المنتج فرصة كمان. وفي المشهد ده ريتشارد بدأ يستوعب إنه بوظ الدنيا، وإن فعلا كل واحد دي مكانه ما كانش لازم يعني إن حارس زيه واقترح الاقتراحات دي ويخلي الوضع بتاع الشركة أصعب. بس ريتشارد بيبقى وراه ناس بتدعمه وبتحبه وبيفضلوا يساندوه زي كلارنس مثلا اللي بيقوله ما يستسلمش ويزق شوية كمان والدنيا هتظبط. ولما ريتشارد بيرجع البيت بيلاقي ابنه الكبير داخل يكلمه عن المنتج الجديد وبيقول انه ما شافش ولا اعلان واحد للمنتج، وطبعا الاعلانات بتفرق. فبيطلع ريتشارد بعدها على طول على توني صحابه القدام وبيقول لهم انه عايزهم في حوار. وبعدها بيطلعوا على الشركه وبنشوف ريتشارد وهو بيطلع فوق مكنه كده من المكن وبيبدا يتكلم بصوت عالي عن قرار وقف التجربه وسحب المنتج، وده معناه ان المبيعات المنتج قليله جدا. فبيطلب منهم انهم يساعدوه انهم يعلنوا عن المنتج بكل الطرق عشان الناس تعرفه. وبعدها بيقول لكل واحد ياخد من صناديق شيتوس بالطعم الجديد ويروح بيها البيت ويوزع على اهله وجيرانه ويخلوهم يشتروا منه. اما ريتشارد نفسه فبيروح هو واولاده السوبر ماركت وبيشتري كميات كبيره من المنتج عشان يصير فضول الناس والكل يبقى عايز يجربه. وبعدها على طول روجر ومسؤولين الشركه بياخدوا بالهم من زياده المبيعات للمنتج مره واحده، فبيتبسط روجر جدا وبيقرر يكلم ريتشارد ويبلغه انه عايز دفعه تانية من المنتج، بس المره دي 5 مليون عبوه مش 5000 زي المره اللي فاتت. وقتها ريتشارد ما بيصدقش نفسه وبيحس ان اخيرا انتصر على السوق، وبيروح يقول للموظفين اللي هم كمان بيتفاجئوا وبيزقططوا. وطبعا نظرا للكميه المجنونه اللي هيتم انتاجها بلا مسؤولين الشركه رجعوا كل العمال اللي سرحوهم قبل كده ومن ضمنهم توني. وبعد 6 شهور من طرح المنتج في السوق بنلاقي مبيعات الشركه زادت جدا 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 ورجعت لحالتها الطبيعيه يمكن لنفس حالتها من قبل الركود كمان. وبنعرف ان كلارنس اخيرا اترقى لمنصب مدير الخطط الجديد بعد ما استنى حوالي 20 سنه عشان يوصل للمنصب ده. وساعتها ريتشارد بيفرح له جدا، بس بيبقى مستني يترقى هو كمان لكن ما بيلاقيش اي خبر يخصه فبيحس باحباط شويه. بس بعدها على طول بيتفاجئ ريتشارد بروجر اللي بيزور الفرع في السر من غير ما حد يعرف، وبيبلغ ريتشارد كده ان هو اترقى لمنصب مدير قسم التسويق للثقافات المختلفه. وساعتها روجر بيبقى فخور بريتشارد وبيبقى عايزه يطلع بافكاره واطعمه جديده من المكسيك وبلاد تانية. وهنا كل العمال والموظفين اللي في الشركه بيبقوا مبسوطين باللي الشركه وصلت له بسبب فكره ريتشارد. ولما جودي بتعرف خبر ترقيته الفرحه ما بتسعهاش، ومن وقتها بيفضل ريتشارد يمخمخ ويجيب افكار جامده للشركه بتاعته، واللي بسببه منتجات الشركه بتزيد اكتر واكتر والمبيعات بتسمع في السماء. واخيرا يا صديقي اقدم لك ريتشارد مونتانيز الحقيقي واللي واخد لقب الاب الروحي للتسويق للشيتوس المشطشط واللي تقاعد سنه 2019، بس ساب وراه نكهه تفضل مكمله سنين كتير من كتر جمدانها. بس كده يا صاحبي وخلصت العظمه بتاعتنا، اشوفك بقى في العظمه اللي جايه. سلام.